يا باشا احنا خلاص، هو عارف طريق المحاكم واحنا عرفنا طريق المحاكم، وينسى عياله اصلا. هو كذا مره اصلا يبعت لي ويستحيل عليا عشان ابعت له العيال ولا يشوفهم، اصلا انا مش هوريهم له، يعمل ما بداله. لا 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 مفيش منه، انا مش هوريهم له. حتى انا قلت لبنتي اساسا ما توريهوش العيال اصلا، وحتى لو جه ولا اتصل ما حدش يوري العيال. عليكم السلام الله وبركاته. ثواني كده خليك معايا. ازيك يا شيخ علي، عامل ايه؟ طب اقفل دلوقتي عشان بس في حد جالي كده اكلمك تاني. يلا سلام. لو عايز تكمل انت وانا هاجي لك وقت ثاني. لا 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 عادي يا شيخ علي. امال شايفك منفعل كده وسمعت كده، معلش انا اسف، سمعت كده وانا داخل عليك ان انت بتقول لحد ولاده مش هيشوفهم، في حاجه ولا ايه؟ الواد عرفنا في حياتنا وعارف البيت والعيال، عايز كل شويه يشوف العيال، ما يشوفش العيال. هو خلاص عرف طريق المحاكم واحنا كمان عرفنا طريق المحاكم واحنا مع بعض. يعني انت عايز تقول لي الموضوع متعلق بجوز بنتك يعني وبنتك وعيالهم والكلام ده يعني. القصه كلها ان الراجل انتوا هم مش متفقين مع بعض، فهو خد طريق المحاكم وانتوا خدتوا طريق المحاكم، وانت رافض انه يشوف حد من اولاده يعني. تمام يا شيخ. طب انا عايز اسالك سؤال بس يا عم صالح، هو احنا ليه الناس المجتمع بتاعنا بقى مجتمع سيء كده وما تزعلش مني؟ هو احنا ليه بقينا ناخد طريق المحاكم؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وعاشروهن ايه؟ بالمعروف. طيب اذا كان ما فيش عشره بالمعروف، ربنا قال لنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ان كل واحد يروح لحاله في ايه؟ بالادب. ايه اللي بيخلينا نوصل للمحاكم؟ طيب خلينا نقول ان احنا وصلنا للمحاكم وخلاص الوازع الديني ده بقاش موجود عند كتير قوي من الناس، وان هو لازم ياكل حقها فيروح يوكل محامي وياخد حقها، وهي نفس النظام تاكل حقه فتوكل محامي علشان تاكل ايه؟ تاكل حقه. طيب انا عايز اركز على حاجه مهمه قوي بقى اللي هي اساس الكلام معاك اللي انا سمعته. ايه علاقه الاولاد، الولد اللي انت منعه ان هو يشوف ابوه، او الاولاد اللي ممنوعين ان هم يشوفوا ابوهم، اذا كان الاب نفسه يشوف ولاده، ايه علاقه انك تمنعهم عنه؟ هو اختلف هو وزوجته وكل واحد راح لحاله، اتطلقوا او لسه ما اتطلقوش، ايه ذنب الاولاد؟ انت تعرف يا عم صالح ان الحلقه دي جت في وقتها جدا؟ عارف ليه؟ لان والله واحد بعت لي على الماسنجر انه متزوج من عندنا ومطلق زوجته من سنه، وكل واحد راح لحاله وكل واحد خد حقه، ونفسه يشوف ابنه مش عارف يشوف ابنه الى الان. والموضوع ده جه فكرني ان انا اروح لحد اهلها واتكلم معاهم. ليه يا عم صالح؟ ذنب الولد ايه انه يتحرم من عطف ابوه؟ ذنبه ايه انه يتحرم من حنو ابوه؟ ليه؟ هو ربنا قال لنا كده، ده دين، ده دين يا اخوانا. لازم الابناء يخرجوا عن الصراعات اللي بتحصل، ولازم يعيد الكل يسمع الكلام ده، لازم الاولاد يبعدوا عن كل الصراعات اللي بين الاب